انا خرجته من القدره زي ما انتوا شايفين. تحفه جدا يا بنات، وكمان ما خدش وقت على النار. هنعمل ايه بقى؟ شويه بهارات كده، اللي هي الدقه اللي بتبقى عليها الملح وكل حاجه، ونقطتين زيت من الحلوين دول، وتاكلي والله يا بنات احلى فول. زي ما انتوا شايفين بقى، حاجه ولا اروع من كده. الفول لونه حلو جدا يا بنات، ما حطيناش عليه الوان ولا اي مواد ولا اي حاجه كده. وانت بتغسليه لازم تشوفي لو في حبايه طلعت معاكي في السطح، ده معناته ان الحبايه دي برضه غير صالحه للايه، لان انت تستعمليها. الحبايه اللي بتطلع فوق السطح بتبقى فاضيه من جوه يا بنات، لإمة بتبقى مثلا فيها سوس او اي مشكله. لازم الحبايه بتاعتك تختاريها بعنايه. طب ايه تاني يا بنات؟ لو نقعتها من بالليل للصبح بتلاقي فيه ريم. انا دلوقتي الريم ده انا كل شيلته، لان الريم ده هو اللي بيعمل الغازات في البطن، وفي نفس الوقت بيسود الحبايه. هقول لكم النهارده في الفيديو بتاعنا تكات حلوه قوي قوي في تدميس الفول. حاجات حلوه جدا هتخلي الفول اولا ما يسودش منك وما ياخدش وقت. الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين اتنقع حوالي 4 ل5 ساعات، فعشان كده ما شاء الله مش هياخد منك وقت جاي خالص. اللي بيقول لك حطي الفول واعمليه على طول، لا انا ما بنصحش من الكلام ده، لانه هياخد منك وقت طويل. احنا ممكن الفول بتاعنا نسويه في حوالي من 4 ل5 ساعات. تمام يا بنات؟ هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي الحلقه بتاعتنا. معانا ايه يا بنات بقى؟ معانا القدره الحلوه دي. طبعا انت ما عندكيش قدره زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انت لو ما عندكيش قدره ممكن تتعمل بالحله عادي جدا بنفس الخطوات اللي انا هعملها. اهم حاجه. طب ايه المقادير يا ام سامي بقى؟ زي ما انتم شايفين الفول بتاعنا ده حوالي نص كيلو، ما شاء الله. في لما نقعتيه ممكن يوصل لكيلو. طبعا احنا هنحط عليه اضافات تانية، الاضافات دي هتخلي لونه كهرمان، وفي نفس الوقت الاضافات دي هتخلي الفول بتاعك زبدة. هنعمل ايه دلوقتي؟ الفول ده كله هنحطه في القدرة بتاعتنا وشوية وجايه لكم. اهو. بصوا يا كده يا بنات، انا جايبه لكم الفول من جوه القدره. تمام يا بنات، هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين، الله ده في فراغ جامد جدا. ايوه انا حابه كده. الفول كل ما تحطيه في الدماسه او في الحله بتاعتك لازم الحله تبقى فيها فراغ. الفراغ دوت هتعملي ايه فيه؟ حاجات هتتضاف عليه، وفي نفس الوقت عشان الفوليه بقى تغلي وتبقبق وتخلي الفوليه تستوي براحتها. لكن انت لو جبتي كل فول هتلاقيه مثلا وصل لهنا. طب لو وصل لهنا مش هياخد يعني مش هيبقى يتنفس، وهتلاقيه الفوليه من فوق اسودت ومن تحت الفول ابتدى ينشف منك. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ المكونات اللي معايا التانية زي ما انتم شايفين، ده فول مدشوش. انا جبت حوالي ربع كيلو، خدت نص الربع كيلو، يعني ده حوالي 8 كيلو. الله. طب انتي نقعه ولا ايه؟ نقعته حوالي ساعة، ما شاء الله راح نفش زي ما انتم شايفين يا بنات. معانا ايه تاني بقى؟ برضو جبت ربع عدس، خدت منه كوباية، يعني قولي حوالي كوباية فول مدشوش وكوباية عدس. التركة دي يا بنات حلوة قوي. الفول دوت لما بيتدمس مع الفول المدمس دوت بيبقى حلو قوي، بيبقى يعني بيطريه قوي ويخليه زي الزبدة. طبعا العدس بيدي لون حلو جدا جدا وما بيغيرش طعم الفول. طبعا في بنات يقول لك لا انا هعمل الفول بس، لا بس ده من زمان قوي، من قديم الازل دايما بيحطوا عليه العدس. تمام يا بنات؟ ايه التريكات بقى الجديده اللي احنا ممكن نحطها؟ وهي على فكره مش هتضر الفول خالص، وفي نفس الوقت هتديله طعم حلو جدا. يعني انت هتاكلي الفول من القدره على الطبق على طول. هي ايه بقى يا ام سامي؟ زي ما انتم شايفين كده معايا يا بنات، بصلايه صغيره، مش هقولك متوسطه، صغيره. 4 فصوص توم، ليمونه، ومعايا معلقتين رز. معلقتين ما تكتريش يا بنات. الله، ايه الحاجات دي كلها؟ اول حاجه البصلايه والفص التوم ده دي زياده نكهه. لا انت لو مش حابه تحطيها، بس هي بصراحه بتخلي ريحه الفول حلوه جدا جدا. الليمونه طبعا الكل عارف اللي هي بتخلي الفول معاكي ما ياكسدش او ما يغمقش. دي اللي ضمان. طبعا الفول بتاعي انا متاكده ان هو مش هيعمل حاجه زي كده، بس الليمونه يا بنات بتخلي الفول بتاعك لونه فاتح جدا وحلو جدا. معلقتين الرز دول بقى يا سلام، بيدوا القوام للفول كده، قوام حلو جدا يا بنات. تمام يا بنات، هنبتدي نرص تدريج حاجه حاجه. طب هترصي ازاي بقى يا ام سامي؟ هتحطي الاول الفول مدشوش وبعدين هتحطي العدس، لان انت عارفه طبعا الفول يعني جديد شويه عن العدس. العدس تخليه في الاخر. تمام. هنبتدي نرتب كده، نحط الاول الفول المدشوش اهو. بصي يا بنات القدره ما شاء الله ابتدت تعلى. هنحط كمان ايه دلوقتي؟ العدس. بصوا كده معايا يا بنات، احنا كده حطينا بالترتيب ادي الفول
وحطينا الفول المدشوش وحطينا الايه العدس. امشوا معايا بالترتيب كده يا بنات، لان كده الفول هيطلع حلو جدا. نمشي بالحاجات اللي هي بتاخد سوا، والحاجات الاقل سوا فالاقل سوا. طب لو حطيت الرز من تحت في البدايه، لا هيشيط وهيلزق في قعر الايه القدر، واحنا طبعا مش عايزين كده. هنبتدي نحط ايه دلوقتي؟ العدس، وبعدين نحط الرز. اهو بصوا كده يا بنات، كده من داخل القدره. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنحط البصل والثوم زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنحط الليمونه، وكمان الحاجه الصغيره اللي انا قلت لكم عليها ده ايه ده سكر. سكر يا مسامي؟ اه سكر. طب السكر هيعمل ايه؟ هنحطه الاول كده وراجع لكم. طب الله، احنا حطينا السكر ليه؟ السكر يا بنات انا مش عايزه اقول لكم ليه مفعول سحر. السحر يعني السحر. اول حاجه بيدي طعم الفول طعم حلو، هو معلقه سكر بتاعه الشاي يا بنات، ما تكتريش. اول حاجه بيسوي الفول حلو جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا يا بنات. امشوا بالتريكات اللي انا قلت لكم عليها هتطلعي احلى فول. دلوقتي تعملي ايه بقى؟ تبتدي تحطي الميه بتاعتك. انا مش عايزاها تغطي الفول بس، انا عايزاها تملى القدره. طبعا حابه تحطي قطايه ما فيهاش اي مشكله. انا دقيقتين كده وقتي مش دلوقتي، لا انا هغطي تاني، يعني هحط لكم شويه ميه تاني وارجع لكم. اهو يا بنات احنا كده ماشيين بالخطوات صح. الميه حطيناها زودناها عشان احنا مش حابين نزود ميه وهو بيغلي. بس لو زودنا ميه وهو بيغلي بس نزود ميه سخنه. طب ايه التركايه تانية يا بنات بقى؟ الميه اللي بتحطيها دلوقتي مش لازم ميه سخنه، ميه عاديه ملح حنفيه. هنبتدي نحطه على نار عاليه. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده، كده تمام. برضو ما تخليش الميه تعلى قوي لحد ما تغطي عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا. هنبتدي نحطيه لحد ما الميه تغلي وشويه وراجع لكم. والبصلايه مش عايزه اقول لكم على الفصين الثوم اللي حطيته عامل ريحه فظيعه يا بنات. هنعمل ايه؟ هننقله دلوقتي ودقيقتين وراجع لكم. اهو كده يا بنات النار عاليه، هنبتدي نوطي عليها خالص. ونعمل ايه بقى التكايه التاني؟ زي ما انتم شايفين هنبتدي نعمل ايه بقى؟ هنغطي عليها كده اهو، تمام. ونحط عليها، لا مش كده وبس، ده احنا هنحط عليها الطاجن ده كمان زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، زي ما انتم شايفين يا بنات. وهنبتدي كمان نملى الطاجن ميه. الميه دي هتبقى تعمل زي التقيل عشان الغطا ما يتفتحش ولا يفور. وفي نفس الوقت الميه دي لما يكون الفول محتاج ميه، ان شاء الله مش هيحتاج ميه، هنبتدي نحط ايه عليه. تمام يا بنات؟ نفس الخطوات التبعيه هتاكلي احلى فول. هنسيبه قد ايه يا بنات بقى؟ انت زي ما انتم شايفين النار بتاعته خلاص هاديه جدا. هسيبها حوالي من 4 ل5 ساعات. 4 5 ساعات محطوطه كده اهو، ونرجع ونشوف الفول بتاعنا عامل ايه. نبص كده يا بنات بقى نشوف كده ايه اللي حصل في الفول بتاعنا. كده الفول بتاعنا يا بنات ابتدى يغلي. هنعمل ايه بقى؟ المعلقه الحلوه برضو اللي هتخلي اللون بتاعه كهرمان، زي ما انتم شايفين معلقه الكركم دي هتخلي اللون حلو جدا. دي التقليبه يا بنات، مش هنتقلبي كتير لان التقليب كتير حلو مش حلو عليه. زي ما انتم شايفين بص ميه الفول عامله ازاي، الميه حلوه جدا جدا يا بنات. المعلقه دي بتفرق في اللون وفي الطعم. هنبتدي احنا نعمل ايه دلوقتي؟ هننقله من العين الكبيره للعين السهريه على ايه؟ على الواطي جدا، زي كانك بتعملي قهوه بالظبط. اهو يا بنات كده ابتدى يغلي. هنبتدي ننقله على العين الصغيره جدا، اصغر عين عندك، وهقول لك هتعملي ايه تاني. مش عايزه اقول لكم يا بنات الله اكبر عليه، النتيجه تحفه. بص الفول عامل زي الزبده ازاي، والميه بتاعته تقيله ازاي. ولسه كمان يا بنات هو كده لسه انا طافيه عليه، يعني كمان هيتقل ويديكي لون حلو جدا زي ما انتم شايفين.